الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي خص بالتفضيل والتشريف شهر رمضان، أنزل فيه القرآن الكريم. أنزل فيه القرآن الكريم هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. خصه من بين سائر الشهور بالعفو والغفران. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الفضل والإحسان. أكرمنا بهذا الموسم العظيم. وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله سيد الأولين والآخرين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ذوي الخصال الشريفة والعرفان، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المسلمون، أيها الصائمون، شهر رمضان شهر القرآن، فيه ترفع الدرجات وتكفر السيئات وتقال العثرات. في هذا الشهر المبارك حقق المسلمون أروع الانتصارات، وما غزوة بدر وفتح مكة ومعركة حطين وعين جالوت إلا شواهد حق وصدق على ذلك. كان السلف لشدة تعظيمهم لهذا الشهر المبارك شهر رمضان يسألون الله 6 أشهر أن يبلغهم شهر رمضان، ثم يسألونه 6 أشهر بعده أن يتقبل منهم صيامهم. فما أعظمها إخواني المسلمين من عبادات، ما أعظمها من عبادات، وما أشرفها من مناسبات.
مناسبات تعيشها أمتنا في هذه الأوقات أيها الصائمون. من أعظم نعم الله سبحانه وتعالى علينا إدراكنا لشهر رمضان. فكم هم الذين صاموا معنا العام الماضي ولم يبلغوا هذا الشهر؟ أتاهم والله هادم اللذات ومفرق الجماعات. تراهم في القبور صرعى لا يجدون لما هم فيه دفعا ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا. ينتظرون يوم الأمم إلى ربها تدعى والخلائق إلى الموقف تحشر وتسعى. ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا. وقد كان سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم يصور ذلك لأصحابه أبلغ تصوير ليزدادوا تعظيما لشهر رمضان. روى البيهقي بإسناد حسن عن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه أن رجلين من قضاع قتل أحدهما في سبيل الله وأخر الآخر بعده سنة ثم مات. قال طلحة رضي الله عنه: فرأيت في المنام الجنة فتحت، فرأيت الآخر من الرجلين دخل الجنة قبل الأول فتعجبت، لأن الأول شهيد والثاني مات على فراشه. فلما أصبحت ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم: أليس قد صام بعده رمضان وصلى بعده 6000 ركعة وكذا وكذا ركعة لصلاة النافلة؟ الله أكبر. إخواني المسلمين، حري بنا أن نستغل أوقات شهر رمضان، أن نستغل أوقاتنا وأنفاسنا في هذا الشهر المبارك، في هذا الشهر العظيم. تفتح أبواب الجنان وتغلق أبواب النيران وتصفد الشياطين وتتزين فيه الجنان. فالسعيد من نافس فيه الصالحين وأحسن فيه إلى الفقراء والمساكين وخالف النفس والشيطان. أتى رمضان مزرعة العباد لتطهير القلوب من الفساد، فأد حقوقه قولا وفعلا، وزادك فاتخذه للميعاد. فمن زرع الحبوب وما سقاها تأوه نادما عند الحصاد. فما أعظم شهر رمضان، ما أعظم شهر القرآن. اللهم اجعلنا من الصائمين حقا ومن القائمين حقا، واجعلنا من أهل القرآن. اللهم آمين آمين. أقول ما تسمعون أيها المؤمنون. استغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب، استغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله ذي الفضل الحسن والإنعام والثناء الجميل، ذي الفضل الحسن والثناء الجميل. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الصائمين القائمين صلاة دائمة إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، إخواني المسلمين، أيها الصائمون، إن النفس إذا خليت ودواعي شهواتها التحقت بعالم البهائم، فإذا كفت شهواتها لله ضيقت مجاري الشياطين، ضيقت مجاري الشيطان، وصارت قريبة من الله بترك عاداتها وشهواتها محبة لله سبحانه وإيثارا لمرضاته وتقربا إليه، فيدع
المسلم الصائم يدع الصائم أحب الأشياء إليه وأعظمها لصوقا بنفسه من الطعام والشراب والجماع من أجل ربه، يدع كل هذه الأمور من أجل ربه سبحانه، فهو في عبادة حتى أن الصائم لا يتصور بصورة من لا حاجة له في الدنيا إلا في تحصيل رضا الله سبحانه. وأي حسن يزيد عن حسن هذه العبادة، هذه العبادة التي تكسر الشهوة وتقمع النفس وتحيي القلوب وتفرحه وتزهد في الدنيا وشهواتها وترغب فيما عند الله وتذكر الأغنياء بشأن المساكين وأحوالهم وأنهم قد أخذوا بنصيب من عيشهم، فتعطف قلوبهم عليهم ويعلمون ما هم فيه من نعم الله سبحانه، فيزدادوا له شكرا. وبالجملة فعون الصوم على تقوى الله أمر مشهور، فما استعان أحد على تقوى الله وحفظ حدوده واجتناب محارمه بمثل الصوم فهو شاهد لمن شرعه وأمر به بأنه أحكم الحاكمين وأرحم الراحمين، وأنه إنما شرعه لهم إحسانا إلى عباده ورحمة بهم ولطفا بهم. أيها المسلمون، من أفضل الأعمال في هذا الشهر الكريم الإكثار من تلاوة القرآن الكريم، أن نكثر من قراءة القرآن الكريم آناء الليل وأطراف النهار، فهو الشهر الذي نزل فيه القرآن الكريم. فليجتهد المسلم في ختم كتاب ربه، يجتهد في ختم كتاب ربه مرات ومرات. والنبي صلى الله عليه وسلم كان جبريل يدارسه القرآن الكريم في شهر رمضان، وكان بعض الصحابة رضوان الله عليهم يختم كل 3 وبعضهم يختم كل 7 وبعضهم في 10. وكان إمام الأمة مالك رحمه الله ورضي الله عنه المحدث الثقة إذا دخل شهر رمضان ترك التحديث، ترك الحديث وتفرغ لتلاوة القرآن الكريم والذكر والصلاة. ولم يقتصر الأمر على الرجال، بل حتى نساء السلف كن يختمن القرآن مرات ومرات. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا من الذين يختمون القرآن الكريم مرات ومرات ولو مرة واحدة في هذا الشهر الكريم. اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا وجلاء همومنا وأحزاننا وأسرارنا يا رب العالمين. اللهم لك الحمد أن بلغتنا شهر رمضان ونحن في صحة وعافية. اللهم ارحم من كان معنا رمضان الماضي صائم معنا وهذا رمضان نصوم بدونهم. اللهم ارحمهم، اجعلهم من أهل الجنة، من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو فعل أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو فعل أو عمل. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم تقبل صيامنا، تقبل قيامنا، تقبل قراءتنا للقرآن العظيم، تقبل صدقاتنا. اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا. اللهم يا رب فارق الحب والنوى، اللهم فارق الحب والنوى اعطي لكل عبد ما نوى برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا غيثا هنيئا مريئا سبحا غدقا عاجلا غير آجل برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين.
اللهم اجعل بلدنا آمنا سخاء رخاء مطمئنا وسائر بلاد الإسلام برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وقوموا إلى الصلاة يرحمكم الله. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. استقيموا واعتدلوا يرحمكم الله. سووا صفوفكم فإن تسوية الصف من تمام الصلاة. ادعوا الله في سجودكم وأنتم موقنون بالإجابة. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب نجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. الله أكبر.
سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.